السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك تطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ماركو بولو فيديو ماسنجر. التطبيق ده مساحته 62 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده خاص بمكالمات الفيديو. طبعا دلوقتي الحياة بقت سريعة، طبعا دلوقتي الناس بقت مشغولة. الناس يا اما في شغلها، يا اما بتربي اطفالها، يا اما بتودي اطفالها التمرين، بتودي اطفالها المدارس، بتودي اطفالها الحضانة، الدروس، الحاجات دي كلها. مبقاش الناس عندها وقت ان هي تكلم بعض او تقابل بعض او تشوف بعض. فالتطبيق ده بيسهل عليك حياتك طبعا بالنسبه للناس اللي بتكون يعني اخواتك، قرايبك، اصدقائك اللي معاك في نفس البلد، او الناس اللي اتغربت وسافرت لبلد تانية. فالتطبيق ده بتقدر من خلاله ان انت تتكلم معاهم مكالمات فيديو. مكالمات فيديو بقى طبعا زي ما انت عايز في الوقت اللي انت عايزه والمدة اللي انت عايزها. وكمان في ميزة كويسة في التطبيق ده ان انت بتقدر تحمل الفيديو او تسجل الفيديو اثناء المكالمة، بحيث ان انت ممكن تشغله في اي وقت تاني، تتفرج عليه، تشوف فيه حاجة. بتقدر ان انت تتكلم مع اصدقائك، مع قرايبك في اي وقت في اي مكان. مجرد ما يكون عندك انترنت وهو عنده نفس ومحمل التطبيق، وصاحبك برضو عنده انترنت ومحمل التطبيق، بتقدر ان انتوا تتكلموا على طول. بتجتمعوا بقى مرة كل فترة وتتكلموا مرة كل اسبوع، مرة كل 3 ايام، على حسب ما انتوا تكونوا عايزين. ممكن تعملوا مكالمة جماعية لأكتر من شخص أو أكتر من شخصين، 3 4. آه، تقدروا تعملوا فلاتر، الحاجة اللي هي بتبقى بتتحط على الصور دي. تطبيق سهل بتقدر اي حد يستخدمه. ولا عايز تكلم والدك والدتك، فتحميل التطبيق وتشغيله سهل، مش بيكون محتاج يعني مفهوش صعوبة يعني في التحميل او في التشغيل بتاعه. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اللغة الانجليزية، مفهوش اللغة العربية، بالاضافة لانه بيتطلب منك الرسوم او الاشتراك علشان تقدر تستمتع بكل مزايا التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فهي تحديث من التعديلات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.